عشان تكبر البيزنس محتاج تغير مفهوم النمو الوهمي. ايه النمو الوهمي؟ ببساطه جدا واحنا صغيرين كنا لما بنيجي ناكل كانوا بيقسموا لنا الاكل في سيرفيس كده. انا فاكر ان هم كانوا بيحطوا الرز لوحده والخضار لوحده والسلطه لوحدها والبروتين سواء فراخ او لحمه لوحدها، وكان الطبق بيجي كده متقسم. فاللي بيتابع الاكل اللي خلص عارف انت خلصت الرز ولا عارف انت خلصت ايه ولا ما خلصتش ايه، كلت ايه وما كلتش ايه، غير لما تكون حاطط كله على بعض. فده بيؤدي في الاخر الى ان الشخص اللي بياكل ده بينمو. لكن لو هو في الاخر انت كله محطوط على بعضه فانت مش عارف هو كل ولا ما كلش، وكل كويس ولا ما كلش كويس، والنمو بتاعه هيؤدي الى ايه. في البيزنس هي نفس المشكله، انت محتاج تفصل في مصاريفك وفي دخلك وفي ادارتك الماليه ما بين المرتبات والارباح والاعلانات والخامات والموردين والعاملين، وكل واحد يبقى ليه نسبته. والالف اللي تدخل لك محتاج ان انت من الاول تقسمها، ده 20% وده 30% وده 50% وده 40%، وتفضل تمشي بالشكل ده. فايه اللي يحصل نمو في الارباح، فما تروحش للارباح الوهميه، ودي مرحله اولى. كمان محتاج تروح لمرحله تانية، هل الارباح دي ارباح حقيقيه ولا ارباح انت بس مجرد انك بتسستين البيزنس؟ يعني الارباح دي السنه دي اشتريت لك تويوتا، السنه الجايه الارباح اشتريت لك برضو تويوتا، يبقى البيزنس نفسه ما كبرش، البيزنس بيطلع نفس الارباح اللي بتؤدي الى نفس النتائج. انت محتاج تروح لنمو حقيقي مش نمو وهمي.